ابيض شعر الرأس حتى تساقط واحدودب الجسد وخارت قواه، وما عادت تحمل الأقدام من كان يسير قويا بالأمس، فاعتدى من كان لا يقوى على رفع عينه بعينه، وارتفعت اليد وصفعت دون رحمة لضعفه وشيبه. رجل في منتصف 80 أو يزيد لم يجد أهله بدا من استقدام خادم يسند ضعفه عند ذهابهم لأعمالهم، لكن المستأمن غير أمين بل خائن، أخذ يعتدي على ضعيف الحيلة في كل لحظة يراها مناسبة، حتى شك أهل البيت في أمره. فمنذ أن قدم الخادم قبل شهرين بدأت تظهر بعض الردود على جسد جدهم، وعند سؤال الخادم يدعي أن الجد قد سقط أو ضرب رأسه، فما كان منهم إلا وضع كاميرا للإطمئنان، فكانت الصدمة. العصر موجودين، المغرب موجودين، العشاء الساعة 10 موجودين، يوم هذه بعد نمشي نرقد، كل واحد يرقد بحيثه، وهم خلين الله بخيله وهو هذا معنا. الوقت اللي ما يكونوا عنده هو يسوي هاي الاشياء. الوقت اللي ما يكونوا عنده، يعني احنا ما بنجلس 24 ساعة عند عمي، يمكن مثلا ساعة وبنسير غرفتنا او كذا، او نروح السوق او كذا، هو يظل عنده هو. في هاي الوقت وفي هاي اللحظة هو بيضربه. ولم يكتفي الخادم بالضرب، بل أخذ يأكل طعام الرجل ثم يمثل أمام الجميع بأن الجد قد أكل كل الطعام، فيفرح من في المنزل لتفاني الخادم في أداء عمله. جاب له شوكة أو الملعقة أعتقد، زين، قام بغزله بجسمه ويضربها على إيده، زين. اللقطة الأخيرة قام له الجهة اليسرى ويراقب هل من أحد يشوفه ولا لا، وقام رفسه على كتفه. والأكل أنا قد أكلته، هو أكل، هاي أكل بابا ياكل، بابا تعطي حبوب وهذا مال الزغط مال هذا تعطيه، هاي بابا يعطي. وحتى نرى الجد المسكين وما آل إليه حاله، زرناه في حجرته الصغيرة، فكان في سبات عميق مطمئنا بعد أن أنجاه الله من بطش الخادم الذي كان يكيل له أصنافا من اللكمات والصفعات، منتهزا ضعف إدراكه وصعوبة تعبيره وشكواه لأحفاده وأبنائه بعد عودتهم من أعمالهم. تلك القضية بأبعادها المختلفة وقفت عليها شرطة دبا الفجيرة التي ألقت القبض على الخادم ليلقى جزاء فعلته النكراء. تم التأكد من صحة الواقعة وتقديم المتهم للنيابة العامة، ونحن على ثقة أن هذا المتهم سيأخذ جزاءه الصحيح، ولابد أن نحن نرجع ونأخذ الدروس والعبر. وأنا أوجه رسالة لمسؤولين الأسر في حالة وجود حالات مشابهة تستدعي أن يضع خادم لكبير للسن أو طفل، لابد أن أحسن انتقاء هذا الخادم، ولابد من متابعته الحثيثة سواء بالتواجد أو ما يمنع حتى أني أركب كاميرات مراقبة لمتابعة الوضع في البيت حتى لو كنت في الخارج، لضمان سلامة وصحة هذا المسن أو الطفل.